شبرا تعتبر رمز للثقافة والجمال، وفعلا نستحق ان احنا نعرف حكايتها. اسم شبرا مرتبط بتاريخ مصر العريق، وكانت في الاساس جزيرة صغيرة وسط النيل واتسمت بجزيرة الفيل. ومع مرور الوقت الجزيرة دي بقت متصلة بالأرض وبقت أرض شبرا ورود الفرج. بيرجع أصل شبرا للغة المصرية القديمة، وخاصة مع التطور القبطي، وأصل الاسم جاي من كلمة جبرو واللي معناها التل، ومع تحريفها بمرور الوقت وصلت لينا باسم شبرا، وفضل الاسم ده مستمر لغاية دلوقتي. ولو قرينا في التاريخ هنلاقيها فعلا رمز للفن، لأن كتير من فنانين مصر اتولدوا أو عاشوا في شبرا، زي علي الكسار، ماري منيب، محرم فؤاد، سعاد نصر، والمطربة العالمية داليدا. وشارع شبرا كان من أوسع شوارع مصر، لدرجة إن الملوك أمروا الأعيان والأمراء إن هم يبنوا قصورهم فيه، زي قصر الأمير حيدر دولتيان اللي بقى مدرسة الخلفاوي دلوقتي، وقصر الأمير عمر توسو. ومن جمال وكبر مساحة القصور دي اتحولت لمدارس وكنايس، زي قصر أمير الخزانة عبد الرحمن الخزندار، واللي قصره بقى كنيسة سانت تريس حاليا. كل شارع من شوارع شبرا اسمه وراه قصة وتاريخ مش موجود من فراغ، زي شارع البعثة والعطار والسبتية. ده غير إنها كانت نقطة جذب تجارية، لأن تجار المواشي كانوا بيجوا من الدلتا للتجارة في السوق ده مخصوص، وما كانش فيه أي وسيلة يعدوا بيها النيل عشان يوصلوا للسوق ده غير معديات جسر السويس، واللي الشارع بتاعها اتسمى باسم جسر السويس. ومن روعة حي شبرا سماه سكان القاهرة عزب البكوات. شبرا وبنات شبرا سبتية